ويحكم. ويحكم. لا مش حلو صح؟ عيدها تاني. ويحكم. ويحكم. ألا تريدون النعيم الأبدي بالشهادة والحور العين؟ ألا تريدون الشهادة تاني كده معلش. ألا تريدون النعيم الأبدي بالشهادة والحور العين؟ ألا تريدون النعيم الأبدي بالشهادة والحور العين؟ في حاجة تانية. والولدان المخلدين. والولدان المخلدين. ويحكم. تالله مولانا أضحي بنفسي من أجل حور العين. تالله مولانا. أيوة قال إيه تاني كده معلش. أضحي بنفسي من أجل حور العين. أضحي بنفسي من أجل الحور العين. ياه. النهارده هتشوف فيلم العيد 2026 لكن بشكل مختلف تماما، شكل مختلف عن كل الافلام اللي بتحاول تنقل لك صورة الشيخ او المسلم المتدين. يعني اتعودنا نشوف شكل الشيخ في السينما، وطالما ليك لحية يبقى لازم تكون متشدد قدام الناس، وبينك وبين نفسك بتاع نسوان، وبتحب تاكل مال اليتيم. وشوفنا برضو الفيلم الشيخ اللي كان بيحب واحدة رقاصة. المهم انك شفت في الافلام السابقة اي شخصية شيخ بيعمل كل الموبقات طالما بينه وبين نفسه، طالما الباب مقفول. لكن فيلم النهارده فكرته مستفزه، لان الافكار اللي قلت لك من شويه مستهلكه وعادي. يعني فيلم النهارده دخل في تشويه الاسلام بشكل مباشر، مصور لك المتدين في صوره قائد جماعه متطرفه، واول كلمه هيقولها لك لما تشوفه ويحكم. بالظبط كده، ويحكم. طالما انت امام مسجد ولا بتحفظ قران ولا ليك حتى اي حاجه لها علاقه بالدين، ويحكم. ويحكم. ولازم يقنع الشباب بالشهاده في سبيل الله، وانك بتضحي مش عشان ربنا، لا انت بتضحي عشان الحور العين. ألا تريدون النعيم الأبدي بالشهادة والحور العين؟ والولدان المخلدين. والولدان المخلدين. وفي الاخر تلاقي العمليه اللي هيعملوها في كنيسه ضد مسيحيين، اللي هو احنا لسه هنشوه صوره الشيخ، احنا هنخش على الاسلام على طول. الاسلام ما بيحبش المسيحيين، لو شفت اي مسيحي على طول هو عايز يوصل لك الرساله كده بالظبط. وان كان الفيلم في نهايته هيعرفك ان الجماعه المتطرفه دي صناعه البعد لا مؤاخذه، والهدف منه انه يعرفك ان الجماعات دي كلها مموله وبتخالف صريح الاسلام. امر النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. لكن انا من رأيي ان السيناريو ما اختلفش كتير عن باقي الفيديوهات اللي هتشوفها كمان شوية. وطبعا مش هيقولك الآية اللي بتقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الهدف الأول والأخير هو نفس الهدف بتاع فيلم الملحد أو فيلم بتاع ليلة العيد أو أفلام كتير. أقول لك على حاجة عشان ما عدش وازيد في نفس الحوار، شوف المشاهد دي واكتب لي رأيك في التعليقات، وتعالى لي آخر الفيديو. ادعي شوية ما استجيبش. خدمك معايا مثلا. عارف ايه اسهل حاجة ممكن تخترق بيها اي مجتمع في العالم، وخصوصا لو مجتمع محافظ؟ مش هتحتاج هاكر ولا منصة اخبارية مضروبة، كل اللي محتاجه فيلم. ايوه فيلم بس. انا كيفاش قتلي الازرق؟ الحمد لله واخشيناهم فهم لا يبصرون. رجعت قبيله مسخب الحاكم هد عليه. ساعة ونص دراما على شوية موسيقى حزينة وكلمتين عن الحرية والسلام على القيم. وفيلم ايه؟ فيلم تونسي معمول باتقان ومتروج له على انه فن، على انه ابداع وشجاعة، لكن الحقيقة ان هو خنجر لكن بنعومة صوت البطلة. وبالمناسبة الفيلم لا يمثل الشعب التونسي، لا افراد ولا مجتمع. وبالنسبة للناس اللي متعصبة لهويتها الوطنية اكتر من الهوية الدينية، وهتقول لي ما في افلام مصرية فيها اكتر من كده، احب اقول لك ان دي سلسلة مقاطع وانا عملت عنها قبل كده واحتمال تظهر لك هنا، يبقى روح اتفرج عليها هتلاقي نفس الفكر عندك او عند غيرك، لكن اللهجة مختلفة والممثلين اتغيروا، لكن في النهاية الفكرة واحد، هي تشويه صورة الدين. فلو عندك اي حاجة اغلى من دينك بلاش تتفرج على الفيديو ده، عشان المشاهد اللي هتشوفها هتزعلك. هتلاقي مشهد ورا مشهد ورا مشهد وانت مش واخد بالك انك بتتسحب واحدة واحدة، يغرسوا جواك شك، هيسحبوا منك اليقين، هيزرعوا في دماغك جملة كده هتفجر كل اللي انت اتربيت عليه. وكل ده ليه؟ عشان يتنفس الابداع زي ما قالوا. لكن الابداع في الفيلم ده ما كانش غير مشروع تخريب منظم لهوية اسلامية. بطل القصة شاب متدين وملتحد،
دقنه ما شاء الله كثيفه ومقصر هدومه وماشي على السنه. كل حاجه بيعملها في البدايه تمثل الشخصيه الاسلاميه، صلاته وماضيه وكل افعاله. كل ده في الاول يتحط كرمز، رمز الانسان صادق، لكن معلش ممكن يكون مضغوط ومكبوت حبتين، لكن بعد شويه يبقى هو المشكله في الفيلم، هو اللي مش عارف يعيش، وهو ده اللي مش طبيعي. طب يا ترى فين المخلص؟ واحده ست متحرره ومش لابسه اي حاجه من الدين ومش لابسه اي حاجه برضه، لكن معاها مفتاح، المفتاح اللي هيطلعه من حياه الضلال لحياه النور. لكن النور عندهم له شروط، سيب دينك وسيب صلاتك، سيب حيائك وتعالى في حضني، لا مؤاخذه، تعالى وحس واندمج. اما جعت. طب وربنا سيبك دلوقتي، احنا هنحبك اكتر وبكل سلاسه. بعد مشاهد الشاب الملتزم اللي بيحب ربنا يقلبوا لك صوره الملتزم من شخص بيحاول يرضي ربنا لانه شخص مريض معقد وبيهرب من شهواته، ولما يقع في الشهوات دي الفيلم يتنفس ارتياح، كانه بيقول لك اهو وقع اهو بقى زينا الحمد لله، الحمد لله على السلامه. ده مش سيناريو، دي خطه مدروسه. تدريجيا يتحول الدين في الفيلم من مصدر امان لمصدر الم، وكل اللي بيربطك بربنا يتحط له موسيقى سودة وكادر حزين كده عشان تعيش معانا اللحظه، ولما تغلط فجاه تظهر موسيقى مفرحه عشان تفهم ان المعصيه فرج وان الحلال سجن. مين اللي كتب الكلام ده؟ ومين اللي وافق عليه؟ ومين اللي دفع ومول؟ الموضوع مش عشوائي لانه مقصود. ده مش فيلم خرج من وجدان تونسي يدور على السلام، ده وراه عقل بيفهم وبيفهم كويس قوي يعني ايه تفكك الانسان من جوه، زي ما قلنا قبل كده في مشاهد البلطجه اللي كان بيعملها محمد رمضان. وفي وسط كل ده بيجي الكومبو الجاهز، المتدين اللي كان بيقول حرام هو نفسه اللي يقع في الزنا، مع ان في 50 ممثل في الفيلم غيره كان ممكن حوار الزنا يقع مع اي حد تاني، لكن معلش مش ده الهدف خالص. فضيلة الشيخ اللي كان بيقول حلال حرام هو نفسه اللي عمل الحرام، لكن بحب، وكأن الحرام لما يتحوط بشوية مشاعر يتحول حلال. والمصيبة الأكبر إن الدعاء في الفيلم بيتعرض كأنه تهريج، البطل يدعي وربنا ما يردش، يبكي ويعيط ويتذلل لكن ما يحصلش حاجة، وفي الآخر يقع ويتحب ويتقال له ربك مش سامع، احنا اللي هنسمعك. دي مش دراما، دي إهانة لرب العالمين قبل ما تكون إهانة للعبد. العبد اللي بيظهر لك إذا كان متدين ولا واحدة محجبة، عشان يظهر لك إن الحجاب ضعف، يعني لابسة حجاب يبقى عليك علامة ضعف، واللحية علامة خطر. مجالس الدين بقت زي طقوس عبادة مختلفة وحاجة غريبة ومخيفة، بيعملها ويخوفك كأن لو حد شافه الناس هتنكر عليه، فبيحاول يعملها في السر. ولابد من مشهد صريح، الجماعة بقى اللي بيتعلموا قرآن يا نهار اسود متصورين كأنهم متطرفين بيكفروا الناس ولا مؤاخذة بيحضروا للجهاد، الحق اجري بسرعة. طب ليه كل ده؟ ليه كل حد ماسك مصحف بيطلعوه على انه خطر، واي حد ماسك لا مؤاخذه كاس يبقى انسان طبيعي؟ هل هو ده النموذج الجديد للمسلم اللي هم عاوزينه؟ واحد ضايع ملوش هويه، متسامح حتى مع غير المسلم اللي بيأذيه، ومتغاظ دايما من الدين وشايفه عقبه لكل حاجه. وتلاقي الفيلم بيختار يشوه كل صوره جميله في الدين، حتى لو واحد بيعتكف في المسجد، واحد في حاله ملوش دعوه بحد، يقول لك ده هربان من الدنيا، الواد ده مش ناضج، لازم يواجه نفسه، لازم يحب ولازم يجرب ولازم يضيع. كل مشهد في الفيلم ده معمول باسلوب ناعم لكن بيغرس السم في قلوب البسطاء، الناس اللي بتطلع عندها رهبه من اي حاجه فيها مظهر من مظاهر التدين، مش متوجه للناس المثقفه اللي ممكن تفهم، اللي ما بتشغلش بالها لا بمسلسلات ولا افلام. ده بيكلم اللي لسه بيكتشف الدنيا، بيكلم الشاب اللي بيفكر يمشي في طريق ربنا. اوعى، هيخليك تسال طب ما يمكن عندهم حق، يمكن انا غلطان، يمكن الاسلام فعلا ضد الحب. وهنا توصل للمصيبه الحقيقيه، انت مش قدام فيلم، انت قدام هجوم متقن على مستوى العقيده وعلى القيم والنفس والمستقبل. والكارثه انه بيتعرض على قنوات عربيه وبياخد جوائز، ولو فكرت تنتقد زي ما انا بعمل انت قد متعصب، واي حد يرفضه يبقى راجعي، واللي يقاطعه عدو الدين وعدو الفن وعدو كل حاجه. فين الفن انك تحط دين ربنا في موضع سخريه؟ فين الابداع في انك تسخر من الدعاء؟ فين الإنسانية إنك تمجد الزنا وتسخر من الطهارة والحجاب؟ فين الحرية إنك تجبر البطل إن يمشي في طريق أنت اخترته عشان يتحب؟ حرية إيه اللي تمشي في اتجاه واحد بس؟ وكل اللي أنت بتشوفه وهتشوفه مش صدفة، وده لا مؤاخذة مش فن بريء، ده فن دنيء وملوث رايح على هدف معين، مش سكريبت وخلاص. هدفه إن فكرك يتكسر، إيمانك يضعف، دينك يتخلى عنه ببساطة بكل هدوء ومن غير حتى ما تحس. لما يشوهوا صورة شخص ملتزم، هما مش بيهاجموا الشخص ده، هما بيهاجموا الطريق اللي هو كان ماشي فيه.
اللي بعت لي الفيديو ده شخص من تونس. لسه في شباب وشابات شايفين اللعب، لسه في قلوب بترتعش لما تسمع يا ايها الذين امنوا، لسه في امهات بتعيط لما تشوف بنتها اتحجبت، لسه في ناس بتقرا قران بصوت عالي في البيوت، لسه في امل. الامل في انك ما تبلعش اي لقطه تعدي عليك. عمرك شفت فيلم فيه مخرج بيعمل علاقه مع البنات عشان يديهم ادوار كبيره؟ مش ممكن. طب شفت فيلم فيه ممثل مش عايز يتعرف على اولاده؟ مستحيل. طب شفت فيلم واحد ممثل قايم بدور ان هو ممثل وبيحب يشوف مراته تتباس في الافلام وهو واقف فرحان؟ لا طبعا. طب شفت فيلم بيوريك مخرج وهو بيصور مراته وهي بتتسحب في مشهد لا مؤاخذه؟ ما ينفعش. طب عمرك شفت فيلم بيحكي عن مصور بيبوس مرات المخرج قدام الكاميرا؟ ما تلاقيش. طب شفت فيلم البطل فيه ممثل مشهور اتمسك في كمين وهو سكران؟ لا يا عم ما تلاقيش الكلام ده. طب ليه ما تلاقيش الكلام ده في السينما؟ لان السينما باختصار مش معموله عشان تكشف البلاوي اللي عندهم، السينما معموله تلمع صورتهم. اودي القلم والبتاع دي. السينما معمولة عشان تبروز حياتهم وتغطي على شوية فضايح وتطلع الغلط دايما راقي ومتحضر، بينما الدين والالتزام دايما بيتصور على انه تخلف وقهر وجهل ورجعية. الاحداث في الفيلم اللي معانا النهارده انا شاكك في واحد بيلبس حمالات لكن اسمه مش مذكور، فانا مش عايز اظلمه بصراحة، لكن انا شاكك، لكن هعديها. هوريك ازاي اللي بتسيب عيالك للافلام والمسلسلات ازاي دينهم بينسحب منهم وانت مش واخد بالك. الاحداث في الفيلم ده بتحصل كلها في ليلة العيد، عيد من اعياد المسلمين اللي المفروض تبقى ليله فرحه ولمه وناس تلبس جديد وناس تفرح وتزور القرايب والاحباب، لكن المخرج اختار الليله دي بالذات عشان يورينا الوجه الثاني اللي هو بيعتقد بيه، الوجه الكئيب. ستات في حاره شعبيه بيعانوا من العنف الاسري، مشاكل في كل البيوت، ده حتى القطط فيها كويس وفيها اللي مش كويس. المخرج بقى يجيب لك ايه؟ بنت صغيره بتتجوز غصب عنها باسم العادات والتقاليد، ملناش دعوه، احنا مالنا. مخرج وبيفنن. واحده بتتحرم من الميراث عشان هي بنت، يا سيدي اهلها جهله وما يعرفوش حاجه عن الدين، لا ما هم على علاقه بواحد شيخ. وطبعا المخرج مش هينسى قصص عن التحرش والاغتصاب والظلم اللي بتتعرض للستات في الحته دي. والله قضيه حلوه والمخرج لفت لفته حلوه في الموضوع ده، لكن مش هيحلها والهدف مش ده اصلا، وكل ده مش موضوعنا. ما هو في كام شخصيه في الفيلم بيدور حولها الفيلم، فهو مش هيطلع يقول لك خد يالا شيوخ وحشين، لا 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 مش ممكن يعمل كده، ما يقدرش. ما هو اللي بيحارب الدين مش هيطلع يقول لك الاسلام وحش، هيقول لك في اخطاء في الاحاديث والمشايخ وحشين وكخه وفي بعض الاحكام التشريعيه يعني انتوا فسرتوها غلط، والهدف في الاول والاخر هو الطعن في الدين. لكن هو ما يقولكش كده، هو يعرض لك الحاجه وانت افهم براحتك بقى. فخلينا في موضوعنا لان ده مش موضوعنا. الفيلم اللي انا شاكك ان ابو حمالات هو اللي عامله او له يد فيه بيقول ايه؟ المشاكل الاجتماعيه موجوده وفي دراما ممكن تتعمل عليها، لكن المشكله مش في ده. المشكله ان المخرج لازم يحط السم في العسل، لازم يجيب لك الزوج اللي بيضرب مراته اكيد ملتحي ولازم يعزلها عن العالم كله، ولابد الزوجه تكون منتقبه وغالبا ماشيه شمال وبت لوعه كده وبتحب تكلم الشباب. طالما انت منتقبه وجوزك ملتحي تبقي بت لا مؤاخذه، وكل ده عشان يزرع في دماغ المشاهد ان صوره الملتزم المتدين دايما هي صوره القاسي والظالم، وان اي ست منتقبه او حتى محجبه بتكون ضحيه وغالبا بتبقى شمال. طب هو ما يعرفش يجيب شخصيه تانية؟ ما يعرفش يجيب شخصيه واحد بلطجي بيصلي وبيعامل مراته بالمعروف زي ما ربنا امر وعاشروهن بالمعروف؟ طب ما يعرفش يجيب ان المتدين الحقيقي قدوه في الرحمه وفي العدل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ما قال خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي؟ يا عم وفي نفس الفيلم هات واحد تاني ملتزم نص كم بيعمل شويه اخطاء عشان تعرف الناس ان في كده وفي كده. لا 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 ما ينفعش، الرساله مش هتوصل، هتبوظ لنا السكريبت يا ابني. هو لازم يربط لك بين الدين والتشدد، بين اللحيه والظلم، بين النقاب والقهر. هو غالبا المخرج مش شايف ان الدين هو اللي قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. عمره ما هيوريك ان الاسلام هو اللي ادان وحرم كل اشكال القهر والظلم وكرم المراه قبل ما اوروبا تدي للمراه ورقه حكم الميراث. لكن لا معلش، السينما مش عايزه تورينا ده. السينما عايزه تزرع صوره واحده بس في ذهنك، ان التدين بيساوي تخلف وان الدين بيساوي رجعيه. هو عارف يجيب قضايا المراه بشكل عادي من غير ما يدخل الدين فيها، لكن هو لازم يعمل خلط مقصود. ولو ركزت شويه هتلاقي القهر اللي اتعرضت له النساء في الفيلم مش محتاج يكون الزوج متدين. واحد هيقول لي هو انت شفت الفيلم يا بحبح؟ طب عشان ما اطولش الفيديو هقول لك الكلام ده اخر الفيديو. فالعنف الاسري موجود في كل بيت، لكن في الفيلم هيحسسك ان هو جاي من بيت الملتحي بس، وان كل المشاكل اللي في الفيلم ممكن تتحل ببساطه الا مشكله الشيخ والمنتقبه مراته. التحرش موجود في كل مكان، والاحصائيات بتقول ان التحرش موجود في كل الطبقات، لكن معلش المخرج هيركز بس مع الشيخ المتحرش، وان البلطجي اللي في الفيلم ما عملش لا مؤاخذه الوسائل
اللي عملها الشيخ ابو لحيه طويله وهدوم مقصره ومراته منتقبه. يعني حتى اماكن الفن فيها وبلاوي. ليه ما تلاقيش فيلم بيناقش المسألة دي؟ لأن المطلوب تشويه مش معالجة. عارف ليه يا محترم؟ لأنهم عايزين يربوا أجيال تبص على أي شكل من أشكال التدين على إنه خطر. عايزين الطفل اللي يتفرج النهاردة لما يكبر ويشوف شيخ أو ملتحي أو حتى واحدة منتقبة يستدعي الصورة السوداء اللي شافها في الفيلم. مش هيفتكر النصوص اللي ربنا أنزلها ولا السيرة النبوية اللي علمت البشرية الرحمة. والكارثة الأكبر إن المشاهد البسيط بيطلع من السينما مقتنع إن الدين هو السبب في كل المشاكل، مع إن الواقع الدين هو الحل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا. ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. طب هو فين العدل والإحسان في الشخصية اللي جابها المخرج؟ مش موجودة. المخرج عايز يديك إيحاء إن الدين بيولد العنف، مع إن الحقيقة لو شلت الدين من حياتنا العنف هيبقى الأصل في حياتنا. الدين اللي قيد العنف وقال حرام حتى لو كل المشايخ بتعمله. لكن زي ما قلت لك هو ما بيطعنش في الشيخ، هو عايز يطعن في الدين لكن ما يقدرش. الدين هو اللي كبح شهوة الراجل وقال له: وعاشروهن بالمعروف. الدين هو اللي قال لك: فامساك بمعروف او تسريح باحسان. يعني حتى في الطلاق اللي اصعب لحظات بين الراجل والست امر بالمعروف والاحسان. لكن هم عايزين يمسحوا ده من وعيك، عايزين المشاهد يخرج يفتكر ان النقاب رمز للقهر. طالما لابسه نقاب يبقى خلف كل منتقبه راجل ملتحي ظالم، مع ان النقاب والحجاب عباده ربنا شرف بها المراه المؤمنه وحماها من عيون الطماعين اللي نفسهم كل النساء طب لو فكرنا بعقل شويه، يعني ليه الافلام ما بتجيبش الراجل اللي لابس لا مؤاخذه وماشي على الشواطئ سكران وبيضرب مراته؟ ده موجود، ليه ما بيعرضوش؟ لان ده ستايل، وستايل مقبول عندهم. هي المشكله مش في انك تضرب مراتك، المشكله في انك تضربها وانت ملتحي. المشكله مش في انك تظلمها، ما تظلم براحتك، هي وليا ظالمه. لكن لو ملتحي انت يبقى المشكلة في الفيلم مش مشكلة معالجة قضايا المرأة، الرسالة هي تشويه صورة الدين. وإلا كان ممكن يجيب صورة واحد متدين مش ظالم وواحد ظالم مش متدين، لكن لا، لازم يجيب لك إن الدين سبب القهر. قلت لك مهما تلف مش هتلاقي أحسن من الكرسي بتاعك. اسمع مني الحتة دي بقى. طب ما تيجي تسأل نفسك سؤال، هي ليه السينما ما بتعملش فيلم عن رايح الممثلين؟ ليه ما نلاقيش فيلم عن اللي اتقفش في المطار وهو معاه مخدرات؟ ليه ما نلاقيش فيلم عن اللي اتمسك بفيديوهات يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. ليه ما بنلاقيش فيلم عن الممثل اللي كان بيشرب خمره وبيتخانق في الشارع؟ لان الحقيقه دي هتوجعهم وهتصد الناس عنهم، والصوره دي هتعري الوسط كله. لكن اسهل حاجه وامن حاجه انهم يطعنوا في صوره المتدين، لانهم عارفين ان دي اداه حرب فكريه. زمان كانوا بيقولوا الكلمه اخطر من الرصاص، وانا النهارده اقول لك ان المشهد اخطر من الرصاص، لان الرصاصه بتقتل واحد لكن المشهد بيقتل الفكر، يزرع في دماغك صورة مش هتروح أبدا. يعني ممكن حد ما بيقرأش قرآن أبدا ولا سمع حاجة عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يتأثر بمشهد فيلم ما يكملش دقيقة واحدة ويفضل محفور في دماغه. وهنا الخطورة، لأن القرآن الكريم بيقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يعني قبل ما تصدق أي كلام لازم تتأكد. لكن المشكلة بتتعرض للأطفال والشباب الصغير المراهق، لا يعرف يبحث ولا يدور، والفيلم هيوريك صورة مختزلة عشان تصدقها من غير ما تفكر. اللي له اخ ولا ابن ولا حد يعرفه ملحد يستتيبه 3 ايام، ولو ما رجعش يقتله. بلاش يا حافظ. يقتله. ابوك عايز يعمل لك جلسة استتابة، عايز يقتلك. الموضوع مش لعبة عيال. سنة 2004 الحكومة الفرنسية أقرت قانون رسمي بمنع الحجاب والرموز الدينية في المدارس، وتقدم القانون ده على إنه حياد وتحرر. بعدها بسنين قليلة طلعت مجلة فرنسية اسمها شارل إبدو وتنشر رسومات بعناوين صريحة وبالاسم كمان نبي الإسلام. خلينا أسألك سؤال بسيط، هل تتوقع إن مجلة عملت كده تكون بتمدح أو حتى بتتأمل أو حتى بتقدم قراءة روحية محترمة، ولا عقلك تلقائي من غير أي مجهود هيقولك استحالة؟ مش لأن الرسم فن وحش ولا لأن النقد ممنوع، لكن لأنك عارف السياق وعارف إن اللي شايف الرمز الديني مشكلة مستحيل هيقدمه فجأة كده كقيمة للمجتمع، وعارف إن العمل ده خارج من نفس البيئة ونفس الخط الفكري اللي شايف إن الحجاب مشكلة وإن الدين عبء على المجتمع وإن الإيمان حاجز لازم يتحاصر. واحد هيقول لي إيه ده علاقته بفيلم الملحد يا بحبح؟ هو ده بالظبط اللي عمله الفيلم، حط لك مقدمة تمهيدية عشان تقدر تتقبل الفكرة اللي بعد كده. خلينا بقى نطبق نفس المنطق
منطق من غير نفاق. لما واحد زي ابراهيم عيسى يكتب فيلم عن الايمان والشك والالحاد، هل منطقي ان انا اسيب تاريخه كله على جنب وادخل الفيلم كاني معرفش، ويعدي عليا اسم الكاتب اللي شايف الشخص، مش هقول لك الملتحي ولا الملتزم ولا الشخص اللي هم بيسموه متشدد، الشخص اللي كتب الفيلم شايف الشيخ الشعراوي متطرف. ما تفرضوش ده على البشريه بقى علينا وتقولوا عليه وسطي، هو راجل بيعيش متطرف. فهل طبيعي اتعامل مع العمل اللي هو كتبه كانه تجربه فلسفيه محايده، ولا الطبيعي اقول استنى وما سمعناش الخطاب ده قبل كده من لسانه؟ لا يا جماعه، ده ما اتقالش بنفس النبره دي وبنفس السخريه من كل ما هو متدين وبنفس الزاويه. يبقى السؤال هنا مش الفيلم ده حلو ولا وحش، السؤال الحقيقي الفيلم ده جاي من انهي عقليه وبيشتغل على انهي ارضيه، بيوجهك في انهي اتجاه. لكن معلش خلينا من خلال الكام لقطه اللي سمح بيهم ابراهيم عيسى او كام لقطه اتسربت او اتكلم عنهم الممثلين، هل الفيلم معقول بيحذر من الالحاد ولا ممكن يكون بيأيد فكره ان هو موجود وعادي؟ اللي حصل انه الفيلم استفز جدا التيار الاسلامي، تيار اسلامي متعصب. هل ابراهيم عيسى هيظهر المتدين زي ما هو بيشوفه وطول الوقت بيقلل منهم، ولا هيكتب فيلم من خيال محايد طالما الفكره ايمان والحاد؟ هل هيظهر الملحد انه واحد فكر وبحث ووقع في قلبه شبهه، ولا اللي قايم بدور الوصي او المتكلم باسم الدين؟ هيطلعه يقول ما ينصه الشرع، ولا هيختار شخصيه وهميه مش موجوده غير في عقله هو بس؟ طب من خلال الشخصيات اللي ظهرت في بعض التسريبات او المقاطع اللي في اعلان الفيلم، مثلا هتلاقي الملحد اسمه يحيى، واختيار الاسامي له دور كبير، اوعى تفكرها جايه صدفه. وفي نفس الوقت الاب اسمه حافظ. وكنا اتكلمنا عن السينما والافلام اكتر من مره، واهمهم هو الفيديو اللي بعنوان مشاهد المشايخ في السينما والافلام. فتعال افهمك عن الحاجات اللي محدش هيقولك عليها، لان اللي بيتقدم لك في السوشيال ميديا او السينما والافلام مش مجرد حكايه، ده خطاب كامل متكامل ومعمول بحرفيه شديده يخليك تحس انك بتشوف واقع محايد، وهو في الحقيقه غير كده تماما ومتفلتر بعنايه كمان. اول حاجه لازم تتقال ان السينما عمرها ما كانت كاميرا وبس، السينما هتعرض لك موقف، الملحد ابوه متدين وملتحي، امه محجبه وغالبا هتخلع الحجاب في اخر الفيلم. كادر التصوير مهم جدا، اختيار الموسيقى على حسب الموقف والكلام والرساله اللي عايز اوصلها لك، اختيار الاضاءه والاسم، ومين يتكلم ومين يسكت، ومين اللي يبان عاقل ومين اللي يبان هستيري. ففكره ان حد يقول لك ده مجرد فن، ده اسمه تبسيط مخادع. الفن عمره ما كان بريء. فلو بصيت بصه على شخصيه يحيى الملحد، الاسم نفسه رساله، مش مجرد اسم كده. يحيى يعني حي، يعني صاحي، يعني واعي، يعني خرج من الموت الفكري. كده الفيلم اول لحظه بيدي لك ايحاء ان اللي كان مؤمن كان ميت، واللي بقى ملحد بقى حي. في المقابل الاب اسمه حافظ. حافظ يعني حافظ كلام، حافظ نصوص وحافظ تراث، حافظ حاجه اتنقلت وخلاص. الاسم هنا بيعمل شغل نفسي قبل ما اي مشهد يبدا. وعلى فكره ده مش تحليل زياده ولا حد يفكر يقول لي انت بتهبط، ده علم معروف في كتابه السيناريو ان الاسم جزء من بناء الشخصيه. اما بعد فنحن هنا اليوم في جلسه استتابه دعانا لها الحاج حافظ. المشهد ده لوحده كفيل يجاوب على سؤال هل الفيلم بيحذر من الالحاد ولا بيشيطن الايمان. اب عامل جلسه استتابه لابنه، مع انك لو قلت للكاتب جبت الكلام ده منين او هل في الشرع حاجه بتقول كده مش هيعرف يرد. والاب القدوه اللي بيتكلم باسم الدين الملتحي اللي واخد كاركتر مشايخ كتير مشهوره، ويقول لك لو ابنك ملحد يستتاب 3 ايام ولو ما رجعش اقتله. خد بالك الجمله دي اتقالت ازاي واتقالت فين واتقالت على ايد مين؟ اتقالت في بيت ولا في محكمه؟ اتقالت من اب مش قاضي، اتقالت من شخص ملوش اي سلطه غير انه ابوه. وده مقصود عشان الرساله توصل ان الدين خطر حتى جوه البيت، حتى في اضيق واقرب علاقه. ان الدين مش بس مشكله اجتماعيه، ده تهديد وجودي مباشر. طب هل ده حقيقي؟ هل ده طرح فقه؟ هل ده واقع؟ هل ده طرح مختلف عليه في كتب التراث حوالين حد الرده؟ لا طبعا، لان حتى الجدل الفقهي نفسه كان دايما في اطار دوله وقضاء وشروط واجراءات وضمانات. ليه ما قدمش الاب الشخصيه الدينيه اللي تواجه الفكر بالفكر، اللي يقعد مع ابنه ويفهمه؟ وطالما الابن معاند يبقى عنده دليل. ليه بقى ابراهيم ما توفقش راسين في الحمام يقعدوا مع بعض ويتناقشوا من غير رمي شبهات؟ لكن الفيلم مش مهتم بده، الفيلم مهتم بالصدمه، مهتم انك تطلع من المشهد متخض ومتوتر مش قادر تسمع اي كلمه عن الايمان بهدوء، لان الصوره اتحفرت واتكررت كتير، انه بيسبق عقلك بصوره قبل ما يديك فرصه تفكر. طب هل المشهد ده جه غلطه؟ ده غير المشاهد اللي لسه هنشوفها. مستحيل ابراهيم عيسى يعمل كده غلطه، لان اللي بيكتب
بيكتب بالطريقه دي عارف هو بيعمل ايه، وعارف انه لو عايز يحذر من الالحاد هيعمل 100 سيناريو غير ده. كان ممكن يعمل حوار زي ما قلت، يعمل نقاش، كان ممكن يعمل رحله بحث من اول الفيلم لاخره وهتبقى مثيره، لكن هو اختار اكتر صوره جدليه وحطها في اسوأ سياق نفسي عشان النتيجه تبقى مضمونه. نقاش ايه وبتاع ايه؟ ده كفايه شكل المتدين في الفيلم، صوت عالي وانفعال وغضب وتهديد، ده غير القسوه اللي بيتعامل بيها في البيت. مفيش ولا شخصيه متدينه هاديه، مش هيوري لك صوره ملتحي متزن بيفكر وبيسمع وبيناقش، لان وجود شخصيه زي دي هيكسر المعادله. كان هيخلي المشاهد نفسه يقول لك استنى يا عم، ما هو مش كلهم كده، الشيخ حافظ وحش لكن الشيخ نبيل ده انت هتشوفه في الكواليس بس. طب خلاص وصلنا رساله ان الشيخ حافظ لا هو حافظ ولا فاهم. الملحد بقى هادي ساخر ذكي، دايما سابق بخطوه، دايما الكاميرا بتحبه، دايما الاضاءه حلوه، الموسيقى عنده هاديه، ودي مش صدفه، ده اخراج موجه بامتياز. طب معلش خدها مني واشتري مني، معلش هسالك كام سؤال وهجاوب لك عليهم دلوقتي، وبعد الفيلم يبقى اقول انا صح ولا غلط. هل الفيلم هيقدم الالحاد كفكره فلسفيه؟ لا. هل هيتكلم عن معنى الحياه من غير اله؟ برضه لا. هل هيتكلم عن مصدر الاخلاق وانت ملحد؟ مستحيل. هل هيجيب سيره الوعي؟ مش ممكن. هل هيوضح لك ليه الانسان بيدور على العدل حتى لو ما كانش له وجود؟ برضه لا. مع ان الملحد ما عندوش حاجه اسمها صح وغلط، خير وشر، كل دي حاجات ومسميات دينيه بحت. يبقى ليه عايز ابوك يعاملك بالعدل؟ ليه عايز ابوك يعاملك بالرحمه؟ ما هي دي كلها مسميات دينيه، لكن هانت وهنعرف. كل اللي هيتقدم مشاعر وغضب ورفض على شويه سخريه. يعني الالحاد هيتقدم مش نتيجه بحث، نتيجه نفور، معامله وحشه، وده في حد ذاته اخطر نوع من الخطاب، لانه مش بيجادلك، هو بس هدفه يشكلك من غير ما تحس. ونرجع بقى للاصل ونقول ان ده فيلم ما بيتشافش لوحده، ينضاف لقائمه الفيديوهات تشويه صوره المشايخ في المسلسلات والافلام، ودي مجرد حلقه في سلسله خطابات طويله اتقالت بنفس النبره ونفس الاحساس ونفس الاشخاص مع تغيير الاسامي. وتعالى بقى اقول لك على شويه حاجات هتشوفها لو فكرت تسمع الفيلم، او لو حتى شفت المقاطع اللي هم ناشرينها. لما هتشوف اللقطات اللي فيها المتدين دايما هتشوف الكادر ضيق، والاضاءه دايما هتبقى قاسيه، والصوت دايما عالي، مش هتلاقي مساحه نفسيه، كانك محبوس مع الشخصيه. لكن في المقابل لما الملحد يتكلم الكادر دايما هيكون اوسع، الاضاءه انعم، حتى الصمت حواليه محسوب، وده اختزال ساذج لكن فعال في الدراما، وده اختيار واعي جدا، لان اللي كتب فيلم الملحد عنده تاريخ طويل في نفس الزاويه. وعشان ما اطولش عليكم قول طول انا صاحي، هنستنى المشاهد اللي ما اتعرضتش في الفيلم ونشوف كلامنا صح ولا غلط. فلو وصلت للنهايه انا بحبكم في الله، ولو حضرتك من ال 75% اللي بتشوفني من غير ما تشترك اهنيك على ده جدا، كويس انك بتوصل للنهايه. لكن لو حابب تغير ده على دماغي فاشترك في القناه وفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، واعمل مشاركه للفيديو ممكن حد يستفاد. سلام عليكم. لحقت تخلص الفيديو؟